السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جبت لكم دجاج محمر من يدين مرت خويا الغزالة. هنا دارت تقريبا كاس تاع زيت العود على معدنوس مقطع، وهنا تشرموله الدجاج دارت الخرق من البلدي، سكينجبير، 4 الحامضات مصيرين وطحناتهم، زائد الزعفران الحر مرقد في الماء سخون، والثومه طحنوا مزيان، والبزار حتى هو، ومعلقه كبيره ديال الهريسه. كلشي طحناتو وخواتو هنايا، والكاس حتحطوه جانبا، غدير فيه الماء سخون باش غتروي الدجاج. وهنا غادي تحرك مزيان هذيك التشرموله مع المعدنوس وزيت العود، وغادي تشرمل الدجاج هنايا. غادي كله غتحلو بالموس مزيان باش غتدخل فيه التشرموله في الداخل باش يشرب التشرموله مزيان. هنايا غادي تدخلي التشرموله في كاع داك البلايص اللي رشكاتهم بالموس، غادي تدخليهم التشرموله باش يشربوا التشرموله، وتدخليهم التشرموله مزيان بهذه الطريقه باش كيجي الدجاج بنين وداخل ليه مشرمل مزيان. وهنا غادي تربط ليهم الرجيلات ديالهم باش ما يتحلوش بقيته ديال الطياب اثناء الطهي، وغتخليهم يطيبوا على عافيه مهيله. بعد ما ربطات الدجاج كلهم الرجيلات ديالهم وكفاتهم على الصدر ديالهم، لان الصدر كياخذ الطياب، والروات النصف ديال الكاميون، هنا واحد 5 تاع البصلات كبار غادي تقطعهم. فكم أسرفت أتعبه وعدت نحوك منهوكا لتحمله، الذنب يثقل والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر والوله، يا رب خذوا إلي الآن إن به شوقا يرتل في حزن تبت له، فكل نبضة حب في ناظرة إليك ترجوك في شوق لتقبله. بعد ما قطعت البصله ضافتها على الدجاج وغلقات بالغلاقه، ولكن ما سداتش، خلاتهم شقوق شويه لترضي وهنا الكبيده والجنيوحات حتى طيب نص طيبه حتى تطيبهم في الاخير. وهنا دارت دنجال او زعلوك ولا التكتوكه حيت فيها الفلفله، دنجال نصه مشوي ونصه مقلي. وهنايا طلات على الكامله، وغتضيف عليها مزال الزعفران بعد ما كيسخن، والدجاج خاص يبقى على الصدر ديالو باش يطيب. وملي كتقفل عليه الغلاقه ما يتسدش كامل، كتخليه مشقوق باش ما الا تسد على الدجاج كامل كيتفرك، وكتخليه دابا يطيب. هنا الدنجال بعد ما شبعتو كتشويه مزيان بالبوطه باش كيعطي ديك النكهه ديال الدخان في الزعلوك. كتشوي الدنجال والفلفله الحمراء والخضراء. بهذه الطريقه كيجي الزعلوك او التكتوكه معلكه غزاله بديك النكهه ديال الشوا، يعني ديك الدخان كيجي النكهه ديالو زوينه. أرجوك في شوق لتقبله، رفعته لك قلبا ملؤه أمل يهفو لترضي أشواقي وتنزله، بحثت في ليلة. هنايا كتدير الدنجه اللي تقلى في الزيت على نار تكون سخونه، وكتحطو يتقلى.
هنا في مقلاة ساخنة دارت زيت العود وضفت عليهم الثومه محكوكه وخاصها تتحمر شويه باش تعطي النكهه ديالها، وضفت عليها مطيشه سوليس ديال البواطه، ولا الا ما كايناش ماشي بالضروره تاخدي مطيشه محكوكه وتخليهم يتقلاو مزيان. له ورحت مستقبسا نور السماء سنا. وضفت عليهم الفلفله الحمراء والخضراء اللي كانت تشواو والزعلوك المشوي كلهم مقطعين مزيان، وغتحركهم وتضيف عليهم التوابل، غادي تحركوا مزيان. شمعا وأشعله يا رب تعلم ما قلبي وخفقته انا ضفت عليه الكمون، فأحلى وأجمله البزار معلقه بزار على القياس اللي بغيتو، مع راس معلقه الملحه، وصافي غادي تحركهم مزيان وتخليه واحد 5 دقائق بما تقلى مزيان 5 دقائق فقط، وتضيف الدنجال المقلي. هنا ضافت الدنجال المقلي في الاخير وبقات كتمعسو بحال هكا، ولكن غير بحال كتقطعو طرف باش يبقى باين، هي خلاتو في الاخير ضافتو في الاخير باش يبقى باين في الزعلوك وعطى داك المنظر. وغادي تضيف واحد المكون سحري اللي كيضيفها واحد المذاق رائع، واللي كلاه عندك ما كيعرفش شنو كلا، ما كيعرفش شنو دايره في التكتوكه او الزعلوك. وغتضيف عليهم المعدنوس في الاخير باش المعدنوس دائما كنخليوه هو الاخير في الزعلوك التكتوكه باش كيعطي داك المنظر وديك النكهه ديالو ما يكونش محروق. من بعدها هذا هو المكون السحري اللي كتضيفه في الاخر ديال الزعلوك، هو هاد الكريمه السائله لا كريم فريش ديال الطهي. هنا درت كريم فريش المختصه بالطهي الماركه ديال هولالا، كتجي بنينه كتضيف فيها الزعلوك كتجي رائعه. وهنا هو الدجاج ديالنا طاب، بعد ما طاب غادي تحمروا في الفرن، والمرقه اللي بقات غتضيف عليها هزات من المرق وضفتو على الزيتون اللي غيطيب بوحدو، ضفت هنا الجناوح والكبيدات باش يطيبوا، كتخلي المرق حتى كيختار. وهنا غتضيف الزعفران الحر اللي كانت حاطاه فوق الغلاقه ديال الكميله، غتضيفه هو الاخير باش يبقى عاطي داك النكهه ديال الزعفران في المرق الدجاج، وكتخلي الغلاقه محلوله، كتخلي الكميله محلوله باش يشرب يختار المرق تاع الدجاج يختار. هنا وصلنا لنهايه الفيديو، ما صورتش لكم الطريقه ديال الحطه ديال الدجاج، هي راه معروفه الحطه تاع الدجاج المحمر المغربيه راه غنيه عن التعريف. استودعكم الله في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوناش من التعاليق الزوينه بحالكم ومن اللايكات والبارطاج مع الحباب ديالكم.